في حاجات بتحصل حوالينا ممكن نفتكرها مجرد صدفة، لكن الحقيقة ساعات بتكون مرعبة أكتر مما نتخيل. القصة دي بدأت سنة 1970 لما دونا طالبة التمريض احتفلت بعيد ميلادها. مامتها جابت لها دمية قماشية لطيفة هدية، أنابل. شكلها كان عادي جدا، بس اللي حصل بعدها ما كانش عادي خالص. في الأول دونا سابت العروسة على السرير، لكنها بدأت تلاحظ حاجة غريبة كل يوم كانت بتلاقي العروسة متحركة من مكانها. مرة تلاقيها على الكنبة، مرة تلاقيها في أوضة تانية، مع إنها متأكدة إنها سابتها في المكان. في الأول هي وصاحبتها إنجي افتكروها إنهم بيتخيلوا، لكن بعدها بدأوا يلاقوا ورق صغير مكتوب عليه ساعدوني أو هلب بخط طفل صغير. الغريب إنهم ما كانوش بيحتفظوا بأي ورق بالشكل ده في الشقة. وهنا بدأت الحاجات دي تبقى مرعبة أكتر. صاحبهم لو كان بيجي يزورهم دايما، لكنه كان مقتنع ان العروسة دي مش طبيعية. كان بيقول ان في حاجة غلط وانهم لازم يتخلصوا منها. وفي يوم لو كان نايم وفجأة حس بحركة غريبة في الأوضة. فتح عينيه ببطء ولقى أنابل واقفة عند رجله. حس ببرودة غريبة في المكان، وجسمه مش قادر يتحرك، كأن عليه ضغط بشدة. وفجأة حس بألم رهيب في صدره. لما نور الأوضة اتفتح لقوا جسمه مليان خدوش عميقة كأنها من مخالب. وهنا دونا انهارت من الرعب وقررت تدور على حد يساعدها. لكن السؤال هنا، هل اللي بيحصل ده كان مجرد صدفة ولا في حاجة أخطر مستخبية في العروسة؟ استنونا في الجزء التاني، والقصة المرعبة لسه مخلصتش.